السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله هذه الوجوه المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس العامرة بحب الشريعة. الشعب يريد تطبيق شرع الله، 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 الشعب يريد تطبيق شرع الله. فليشهد العالم كله عامة، وليشهد أهل مصر خاصة أن شعب مصر يريد شرع الله. يا من أتيتم اليوم من كل بقاع مصر، يا من بذلتم من أموالكم، بذلتم أنتم من أموالكم ولم تأخذوا أموالا، يا من بذلتم من أوقاتكم، يا من أتيتم بنسائكم وأطفالكم لتشهدوا ربكم جل وعلا فوق عرشه أنكم لا تريدون إلا شرعه. نعلن لأهل مصر ونقول ها هم المسلمون وها هم الإسلاميون يعتزون بدينهم ويعتزون بكتاب ربهم وبسنة نبيهم، وهم مستعدون ليبذلوا دماءهم دون شريعة ربهم. والله الذي لا إله غيره منذ ساعتين والله وأنا أمشي بالسيارة في أمواج بشرية لا أعلم لها أولا ولا آخرة، ليعلم الجميع أن شعب مصر وأن شباب مصر وأن نساء مصر وأن مصر مسلمة وستبقى إن شاء الله مسلمة. رغم أنف العلمانية إسلامية، رغم أنف الليبرالية إسلامية، رغم أنف الشيوعية. ما أتينا الليلة والله إلا لننصر شريعة ربنا، والله ما أتى هذا الجمع إلا لينصر دين الله ولينصر دين رسول الله، وليعلم العالم والدنيا كلها أن محمدا ما مات وما خلف بنات بل خلف أطهارا. خيبر يا يهود، لا في أعلى خيبر يا يهود، جيش محمد هنا موجود، خيبر يا يهود، جيش محمد هنا موجود، لا شرقية ولا غربية، مصر بلدنا إسلامية، لا شرقية ولا غربية، مصر بلدنا فيها حرية. أقول أيها الأفاضل، ما أتينا إلا
لنشهد لإسلامنا ولنحمي بلدنا ووطننا مصر. أتينا لنعلم أهل مصر أن شريعة الله جل وعلا عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها ورحمة كلها، وليطمئن كل مصري يعيش على هذه الأرض الطيبة أن المسلمين والإسلاميين سيحمون الجميع نصرة لله ونصرة لرسول الله. نطمئن من هنا كل مصري، نطمئن من هنا كل مصري، حتى ولو كان قبطية، حتى ولو كان نصرانية، ونقول الإسلام ديننا ومصر وطننا والحوار سبيلنا. فتعالوا بنا لنتحاور، تعالوا بنا لنصدق النوايا، لنطهر السرائر والطوايا، ولنجلس مع بعضنا البعض، وليسمع بعضنا للبعض، ولا يحاول فصيل مهما كان صوته مرتفعا في الفضائيات أن يقصي هؤلاء الموحدين وأن يقصي هؤلاء المؤمنين. مصر ليست لهم وحدهم، بل مصر ملك لجميع شعبها ولجميع من يعيش على أرضها وترابها. وهذا المشهد الذي أراه يدل دلالة واضحة على أن فجر الإسلام بدأت تباشيره. صبح تنفس بالضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز البيرق، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقا. وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. اثبتوا واصبروا وصابروا وانصروا دينكم بدمائكم وأرواحكم ونسائكم وأموالكم وأولادكم، وحافظوا على مصركم، وكونوا دعاة للحق والخير والهدى بالحكمة البالغة والكلمة الرقيقة الرقراقة والخلق العذب الجميل. نريد انقلابا للقلوب، ولن يكون هذا الانقلاب للقلوب لتقبل على شريعة علام الغيوب إلا بكلمتنا الصادقة، إلا بكلمتنا الهادئة، إلا بسلاح من الخلق العذب الجميل. وأنتم أهل لأن تعلموا الدنيا شريعة الملك الجليل وشريعة النبي البشير النذير بالقول والعمل والحال. نصركم الله وأيدكم الله وحفظ مصر من فتنة ومن كل سوء، وأيد ولاة أمرها في كل موقع لما يحبه ويرضاه. ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فهيا قادم يا إسلام. قادم يا إسلام. لا ده مش صوت ناس عاوزة تتحكم بالإسلام، في صوت أقوى من كده، صح ولا مش صح؟ طب نسمع الصوت. قادم يا إسلام. قادم يا إسلام. حاكم يا قرآن. حاكم يا قرآن. قادم يا إسلام. قادم يا إسلام. حاكم يا قرآن. حاكم يا قرآن. كل مصر آلتها هوية، للشريعة الإسلامية. كل مصر آلتها هوية، للشريعة الإسلامية. مصر الكنانة، مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، ندعوك يا
أن تحمي شبابها، ندعوك يا رب أن تحمي رئيسها، ندعوك يا رب أن تحمي المسؤولين فيها، ندعوك يا رب أن تستر نساءها، ندعوك يا رب أن تنزل عليها من رحماتك وأن تستخرج لها من بركاتك. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. نحب إسلامنا ونحب مصرنا، فليعلم الجميع ممن يتهموننا بأننا لا نحب هذا الوطن وبأننا لسنا حريصين على تراب هذا البلد، فليعلم الجميع أن حبنا لمصر دين نتقرب به إلى الله، دين نتقرب به إلى الله. فلقد دعا الخليل إبراهيم إلى مكة شرفها الله، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. ودعا نبينا لمكة فقال والله ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. فلما هاجر إلى المدينة قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وفي رواية واجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. فمصر سنحفظها بدمائنا وسنحرسها بأموالنا وأولادنا وأرواحنا، ولا ينبغي أن يزايد على وطنية الإسلاميين أي أحد يعيش على هذه الأرض الطيبة. فالإسلاميون يتقربون إلى الله بنصرة دينه والتمسك بشريعته، ويتقربون إلى الله بحب وطنهم وبالحفاظ على ذرات ترابه، فلا تخريب بينهم ولا اعتداء على مؤسسات ولا حرق لمدارس ولا حرق لمصانع. اشهدوا لدينكم واشهدوا لشريعتكم واشهدوا لنبيكم بالبذل والعمل والإنتاج والعطاء في كل ميادين الحياة، لنشهد شهادة عملية لديننا وشهادة عملية لبلدنا. فمصر الآن تحتاج إلى سواعدكم أيها الأخيار، تحتاج إلى بذلكم وعطائكم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وأبشركم مهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما ضعف الحق وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل